السلام عليكم. تاريخ المغرب الحديث لا يخلو من مظاهرات واحتجاجات وكذلك أصوات تعالت ولا زالت تتعالى. واليوم احنا كنعيشوا على وقع حدث ومرحلة فارقة في تاريخ المغرب الحديث، لأنه ملي خرجوا لك الشباب ملي كنقول لهم تجي نزيد، نقدر نعتبر راسي منهم واخا عندي 45 عام، ملي خرجوا باش يدويو في مظاهرة سلمية، يعني كيقول لك راه داكشي وصل لهم لهنا بركة. واول شعار كيرفعوه هو العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية ويزيدوا عليها العدالة المجالية. يعني بركة ما نعيشوا في بلاد اللي الا تزاديتي فيه في واحد العدد ديال المدن، العدد ديال القرى كتزاد خاصرة بواحد ولا جوج ولا ثلاثة. هاد الشباب هادو اللي فيهم في الشارع بزاف ناجحين واصلين، شتي الشباب اللي خرج يحتج هو الشباب اللي عنده ما يخسر، اللي يقدر الا تعرض للمضايقات ومن بعد داروا ليه لي باطون دون لي غو، يعني داروا ليه العصا في الرويضه، هو غيخسر، ولكن خرج لانه كيبغي هاد البلاد باش يقول بركه بانه هادشي اللي حنا غاديين فيه يقدر واحد النهار يدخلنا في حيط. ليست هناك اذان صاغيه، ليست هناك قيمه اعتباريه للشاب المغربي كما خاصها تكون. وباش يكون هناك اعتقالات من بعد هاد الاحتجاجات راه الامر يعتبر عبثي، لان الشاب خرج ضوى. راه 6 مليون ديال الشباب اللي عندكم عباد الله هما القوه ديال هاد البلاد. حنا اللي كندويو ديما على الراس مال البشري، اش باغيين هاد الناس؟ باغيين الصحه تكون في المستوى، ما يكونش بنادم الا مرض خاصو يبيع اللي وراه واللي قدامه باش يداوى. باغيين التعليم، وشحال حنا كنغوتوا على التعليم، كنقولوا بانه ولد الكونسياج خاصو يقرا مع ولد الوزير. هادشي كان قبل، علاش ما بقاش؟ علاش كلشي خاصنا نديروه بمنطق البيزنس؟ علاش اي حاجه خاصنا نشيطوا منها شويه ديال العاقه نديوها في جيوبنا؟ علاش الشاب دائما كيبقى هو الاخر، وتا نهار كيوصل وكيتبت راسو وما كيخلي ما يدير، وسير عليك فين تجي شي ترقيه ولا فين يجي شي بوست فين يقدر يخدم البلاد، لانه كاين بزاف ديال الديناصورات شادين البلايص. هاد الناس ما غرضهمش انهم يهيجوا عباد الله، هاد الناس غرضهم انهم يقولوا بركه. بركه لانه طفح الكيل في بزاف ديال الامور. بركه من المغربين يسيروا بسرعتين. شتي هاد المقالات كانوا تكتبوا بشحال هادي، وكنت قريت بزاف ديال الحوايج في جون افريك وفي تيلكال وفي مجلات واحد اخرين وفي روبورتاجات وفي وثائقيات كيقولوا بان العيب الاساسي للمغرب هو انه بلد يسير بسرعتين. وهذا البلد الذي يسير بسرعتين داخله في اطار واحد السياسات اللي كيقول لك يخدم الناس عاد بني الحجر، يا بني الحجر ملي بني الحجر راه الناس غي يتقادوا. والمغرب دار اختيارات ديالو، وسط الاختيارات دائما ما كان الشباب تائه. ديما لي جون ما كنعطيوهمش القيمه ديالهم اللي خاصهم ياخذوها. ونهار خرج يحتج هذا الشاب خاصك تسمع ليه وخاصك تعطيه اجوبه. خاص الحكومه وخاص المؤسسات وخاص الاحزاب كلهم يخرجوا يدويو مع هذا الشاب، يقول ليه شنو خاصك، شنو اللي ناقص، شنو اللي ماشي هو هذاك، علاش انت مازال ما قد تزوج، وعلاش ما قد دير عائله، وعلاش انت باقي ما خدامش، وعلاش الحلم ديالك الاساسي هو تخرج لبرا، وعلاش ما قادش انك تحقق الاحلام ديالك، وعلاش هاد البلاد كتحس بها مضيعاك. هادشي اللي خاصو يدار. راه حنا كاملين في المغرب عانينا. واش كتعتبروا بانه هاد الناس اللي كنت كنعرفهم انا اللي قديو دابا واصلين 40 و45 و50 عام، شحال واحد فيهم يستاهل بشحال من حاجه ما وصل ليهاش، كتكون الكارطه مضموسه. وانا اتحمل كامل المسؤوليه في الهضر، لانه راه حتى في كندا كيقول لك ما راه وات يو نو بات هو يو نو، شكون كتعرف ابن عمي. وحنا ما خاصش هادشي يبقى بحال هكا. وعجبني هذاك البيان اللي خرجوه هاد الشباب هادو باش يقولوا بانهم ما عندهم حتى شي حاجه ضد الملكيه، لانه في اخر المطاف المؤسسه الملكيه هي اللي كتلقى الحلول. راهما الاحزاب والنقابات كيكونوا ان بارشوك ما بين الشعب وما بين السلطات. علاش؟ باش هذاك الغضب يمتص وكنحاولوا نلقاو حلول، ولكن حتى شي واحد ما كيدير خدمته. وفي الاخر يجي واحد بحال فلان ولا فرتلان يركبوا على هذه الموجه هذه ويقول لك نخرجوا معكم الناس، وكنوليو حنا في مطارب اخرى كيوليو حتى ديك الشباب اللي بداو كيقول لك صافي بنقص، حيت حتى شي واحد ما كيفكر فيهم. حيت الشباب اللي كنضيعوهم اللي كنخدموا بهم. ونحاولوا نسمعوا الشباب ديالنا. وبركه من الحيف والظلم
وحبسوا عندنا داكشي ديال الاعتقالات والزروطه، لان راه ما صالحش، والله ما صالح، والله حتى الوليدات كيبغيو المغرب وباغيين الخير ليه وباغيين حاجه زوينه تكون، والله يدير لي فيها الخير.